شرفك رب العلا كربلاء والقلب مشتاق إلى الدروز هم فرقة خرجت قديما أيام الحاكم بأمر الله العبيدي، وكانت هذه الفرقة عندهم غلو في الحاكم بأمر الله، كما أن قوم فرعون كان عندهم غلو، يعني رفع لفرعون فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله. كذلك هؤلاء كانوا يرون أن الحاكم بأمر الله أنه رب، وأن الله تعالى قد حل فيه، ويعبدونه من دون الله. هؤلاء كما تفضلت الأخت عندهم كتب مقدسة غير القرآن، لا يعظمون القرآن، إنما يعظمون تلك الكتب، وهي كتب مبنية على الفلسفة في كثير من الأحيان. مذهبهم فيه اختلاط ولو شيء يسير بمذهب التشيع. عندهم كما تفضلت الأخت أيضا تعظيم للصحابي الجليل سلمان الفارسي، عندهم تعظيم له أكثر أيضا من مرتبة البشرية. يسقطون جميع العبادات، ما في شيء اسمه صلاة عندهم كصلاة المسلمين. الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر كيفيتهم، لا يؤمنون بذلك ولا يعملون به. ما عندهم شيء اسمه حج إلى بيت الله تعالى الحرام. لا يؤمنون بنبوة نبينا وسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو نبوة غيره من الأنبياء. موجود منهم في بلاد الشام في بقاع متفرقة منها. وأنا حقيقة أحب لهم الخير، أدعوهم إلى يعني عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فإن الله تعالى لا يرضى أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أدعوهم إلى محبة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا، أن لا يرفع أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته البشرية، بل لو سمحت بوضوح، من هم الموحدون الدروز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الموحدون الدروز هم طائفة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقر بوجوب الصوم والصلاة والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وتقر أيضا بأن القيامة حق والحساب حق والنار حق، وتؤمن أيضا بجميع الرسل والكتب المنزلة. ومن يقول بغير هذا يخرج من الملة. عندنا صعوبة، وهذه الصعوبة تتمثل بأن الشخص الذي يريد أن ينتسب إلى المذهب أو يمارس طقوس هذا المذهب لا يمكن أن يمارس هذا الطقوس إلا إذا سبقته سلوك أخلاقي رفيع المستوى، يعني عدم التدخين، عدم شرب العرق، عدم الكذب، عدم التعدي، عدم مثلا الأخلاق الحميدة، يعني المسبات وإلى غير ما. لذلك ما كل يعني الشباب يعرفون تفاصيل المذهب، لأن الدخول إلى هذا المذهب أو ممارسة هذا المذهب يجب أن تسبقه يعني تسبقه ممارسات أخلاقية عالية حتى يسمح له بأن يدخل في هذا المذهب. طيب، كي نفهم طبعا لأنه نعم تفضل. في كثير في كثير من الأحيان مثلا يحبس أو يسجن شخص من بقية الطوائف مثلا بجرم قتل وزنا، شوي بس يفوت على الحبس بقول له أعطينا سجادة بدي أصلي. يا أخي بدك تتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى وأنت سارق وزاني، فعليك التوبة وأن تكون يعني تمضي وقتا في على الصراط المستقيم بالصدق والأمانة والمحبة للناس. أولا هناك اعترافات طبعا من المسؤولين في الأزهر بأن الدروز مسلمين. صحيح. أنا بدي أطرح موضوع. عندما الموحدون الدروز يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرون بوجوب الصوم والصلاة والزكاة لمن استطاع ذلك سبيلا،
شو كان المؤخر، مع علما بأن هناك حديث من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وحرمت عليه النار. وقال الرسول صلى الله عليه وآله حضرة قال الشيخ من شهد أن لا إله إلا الله وأن صحيح، محمد ولكن رسول الإمام الله تحدث عن حرمت عليه خلافات النار. الإمام. أختي، أولا لنا عتب كبير على شيوخ أو رجال الدين من بقية الطوائف الذين لم يفهموا أبنائهم عن ماهية الدروز رغم أنهم يعرفون الشيء الكثير. فلذلك هناك نوع من التعصب، ولا ننسى أن وعاظ السلاطين وأن فقهاء السوء الذين يتقيؤون الفتاوى بمناسبة وغير مناسبة ويعملون على تفتيت هذه الأمة الإسلامية وعلى التمييز بين المذاهب، علما بأنه مذهب التوحيد أعطى قاعدة نسير عليها بأن جميع الأديان والمذاهب مظاهر مختلفة لحقيقة واحدة. نعم. ومن يقل بغير هذا غير موحد. طيب. لأن هذا الشعار نعم. يهدف إلى توحيد جميع المذاهب الإسلامية، ولكن طيب. مع وصلت الأسف فكرتك حضرة الشيخ. وناس